لو ناوي تفتح أكاديمية كرة قدم اسمعني كويس. قبل ما تجمع لاعبين وتشتري أدوات، في 3 أشخاص لازم يكونوا موجودين عندك في الأكاديمية، ولو واحد منهم ناقص الأكاديمية هتتعب في البداية، وهو ده الاستثمار. بس انت بتستثمر في بشر، وأول شخص لازم يتعين هو المدير الإداري. ومش شرط يكون مدرب، ولكن لازم يكون بيفهم في التنظيم والاشتراكات والإدارة، وطبعا ده بيهتم بمواعيد التمرين ويتعامل هو مع أولياء الأمور. يعني من الآخر المدير الإداري ده هو اللي بيشيل الضغط كله عن المدرب، وده اللي اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت. المدرب دوره واحد بس، وممكن يكون صاحب الأكاديمية بس وظيفته مدرب، يفضل مدرب يدرب ويطور اللاعبين ويشتغل على المستوى الفني. اي مدرب بيضطر ان هو يدير مشاكل وفلوس مستواه هيقع غصب عنه. وتالت شخص هو مسؤول التسويق والتواصل. حتى لو الاكاديميه صغيره لازم يكون في حد مسؤول عن التواصل مع اللعيبه على السوشيال ميديا او الجروبات، سواء واتساب او فيسبوك، وهو اللي بينزل الصور وهو اللي بينزل الفيديوهات وهو اللي بيصور اللعيبه في ارض الملعب. وهو الناس برضو لازم تشوف شغلك عشان تثق فيه. انت شاطر وجميل بس مين يعرفك؟ الخلاصة القوية ان مفيش اكاديمية بتقوم على شخص واحد، هي بتقوم على ادوار واضحة وكل واحد مركز في شغله عشان الكل ينجح. انا لما تديني مهام كتير انا غصب عني هتشتت، حتى لو عندي شغف ان انا اشتغل هتشتت، هزهق، المجهود هيبدأ يقل، الشغف هيبدأ يقل، هبدأ ازهق. وانت لو عايز تعمل فريق اكاديمية محترف من الصفر تابعني عشان يوصلك كل جديد.